في واحد الزنقة قديمة كاين واحد الدوجو مسدود مدة طويلة هادي. الناس اللي ساكنين تما كيقولوا باللي السوارد ديالو تلاحوا في البحر، ولكن كل ليلة مع جوج الصباح كيتحل الباب بوحدو بلا حس. واحد السيد من الممارسين ديال الفنون القتالية قرر يدخل لهاد الدوجو بالليل ويشوف شنو فيه. غير يحط رجليه فوق الطاطامي حس بواحد البرودة غريبة، ريحة الخشب القديم مخلط بريحة البخور. منين دخل مشى نيشان قدام واحد المراية كبيرة، وقف قاد الكيمونو ديالو وبدا كيدير حركات ديال الكاتا. كان كيدير هاد الحركات بواحد التركيز اللي هو كبير، وفجأة حبس الحركة، ولكن لقى الانعكاس ديالو في المراية باقي كيكمل في الحركة. صافي واحد شوية وهو يحبس الكاتا ديالو، شاف فيه واحد الشوفة كتخلع بزاف. المراية بدات كترعد وبدات فيها شقوق بحال شي حد باغي يهرسها من الداخل. الخيال مد يدو من وسط الزاج وحطها على الكتف ديال السيد. في هذيك اللحظة الضوء طفى مرة، وفي الصباح الجيران لقاو الباب ديال الدوجو مسدود، ولكن لداخل فوق الطاطامي لقاو واحد الصنطة كحلة ومكتوب عليها بدم ناشف كلمة وحدة باليابانية سايشين اللي كتعني الروح. من داك النهار حتى واحد ما زعم يقرب لداك الدوجو، ولكن كيقولوا بالليل كيتسمع الصوت جوج الناس كيدربوا بحال الصراع باقي ما تسالاش.